ده هو ده الكلام في الفن، في حاجات عجبانه في حاجات مش عجبانه، بس على الاقل في احترام للمشاهد اللي بيتفرج علينا، وفي احترام من القائمين على العمل لينا احنا متفرجين. وخد نوتس يا بيتر ميمي ازاي، بس خد نوتس يا بيتر ميمي ازاي تكتب. انا ممكن انصحه نصيحة تانية: ما لا اصلا تكتبش. ما تكتبش. كتالوج هو مسلسل على نتفليكس، 8 حلقات كلهم نزلوا. المسلسل بيحكي عن قصة أب اسمه يوسف لطفلين، ولد وبنت. مراته بتتوفى نتيجة للمرض، وبيقوم هو لوحده بدور رعايتهم، وهو ما كانش يعرف أي حاجة عن ولاده. فإزاي هيعرف يتعامل في الظروف الجديدة، وإيه اللي هيحصل له؟ المسلسل بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، طارق عماد، خالد كمال، علي الباري، ظهور لبيومي فؤاد. التجربة التأليف الأولى الغير كوميدية لأيمن وطار، هو مؤلف كوميدي مشهور، لكن دي أول مرة يعمل عمل غير كوميدي. وإخراج وليد الحلفاوي اللي كان عامل فيلم وش في وش. وليد الحلفاوي في المسلسل عامل إهداء لوالده، الفنان الكبير اللي رحمة الله عليه نبيل الحلفاوي، والمسلسل له الله ثيم يرحمه. عام، ألا وهو الفقد. دي حاجة شخصية جدا هتكلم عنها. أي حد فقد والدته في أي سن هيبقى مش مستريح وهو بيتفرج على المسلسل، والمسلسل ما كانش مريح بالنسبه لي. دي حاجه شخصيه، مش بتكلم في جوده العمل او عدم جوده العمل، بس دي حاجه شخصيه. يعني رحمه لوالدتنا جميعا وامهاتنا جميعا اللي توفت. لكن انا كان عندي مشكله شويه في المسلسل، قصه، لو انا هتكلم في قصه، وان انا بدوس قوي على الجرح في مشاهد فقد كتير عشان عايز استجديك، ان مم. انا اخليك تعيط تعيط عيط عيط. فبدوس على الجرح كتير كل حلقه كده، والحلقه 50 دقيقه، حلقه طويله. انت وصلت لي مشاعر فقد مره اتنين مش تمانية، في حلقات بتبقى 3 مرات. مسلسل نجح وعجب الناس، لانه مسلسل في الاول وفي الاخر في عالم يوتوبيا مثالي قوي، يعني عالم طيب قوي، ناس جميله قوي. احنا بنتكلم عن طبقه اجتماعيه فوق المتوسطه، يعني احنا بنتكلم عن مشاعر الفقد فقط، مش ان بقى مشاكل دي المشكلة الوحيدة اللي بتواجه العيلة دي. مفيش مشاكل مم. مالية، مفيش مشاكل اقتصادية، مفيش مشاكل اجتماعية. وده هياخدنا للتمثيل. ريهام عبد الغفور محدش يقدر يقول ان هي ممثلة وحش، يعني واحدة من احسن ممثلات الدراما في مصر يعني، بس شخصية مثالية زيادة عن اللزوم. الشخصية لا تخطئ، مم. وعندما اخطأت ده مش خطأ يا جماعة. يعني انا ما كنتش حاسس الشخصية بلحم ودم. هي مش شخصية لحم ودم قد ما هي الكاتب عايز يقول لك في نموذج عن الأم. انا مم. يعني ممكن الناس تحب ده، انا ما حبيتش ده. لا، أنا لان مش بقول لك اه ميزة. لا، ده اه أنا ما بحبش يعني النماذج أصلا. برضه نيجي بقى على محمد فراج. محمد فراج كان اداؤه في المسلسل ده غريب شوية، مم. مع مش زي كعادة محمد. في اداءات في المسلسل ليه حلوه جدا. اه ده محمد فراج الممثل الشاطر. في اداءات مم. اوفر بقى مشكلة ومش محمد عارف فراج. ايه، مم. وبيطلع اللي هو المخرج كان المفروض يقول له لا انت المفروض ما تبقاش بالافوره دي، مش مريحه. تاني في مشاهد تانية كان كويس جدا. دايما كالعادة احنا بنقول الكلمة دي دايما على محمد فراج، لازم حد يلجمه. طارق عماد جيده، علي البيلي طفل كان في لام شمسيه جيد للغايه. واحنا ما اتكلمناش مم. عن مسلسلات رمضان، اعتقد ده احنا كان احسن مسلسل عندنا في رمضان هو لام شمسيه. خالد كمال بقى خليه مم. على جنب، لان خالد كمال ممثل برضه شاطر، وانا عارف ان خالد كمال ممثل شاطر. الكتابه بهدلته. انا كل ما هعوزك تعيط طلع خالد كمال. مم. هو سبحان الله هيبقى عنده نفس المرض اللي كان عند ريهام عبد الغفور. انت تقول لي لا ده جينات، اصل هم اخوات. لا هم مش الأم. اخوات، مم. هو اخو محمد فراج. فكل شويه هنفكرك بالمرض عشان نخليك تعيط، لغايه ما وصلت في الاخر ان المشاهد اللي فيها خالد كمال انا بجريها. المسلسل يا. 8 حلقات مم. كتير، في حلقتين مش محتاجينهم. مم. وصلت في الاخر ان في الحلقه السادسه للحلقه الثامنه انا بقيت بجري مشاهد كتير. بجري مشاهد كتير ليه؟ لان الحوار والمشهد لا يضيف شيء لاي احد. مثلا عندنا في شخصيه احمد عصام السيد ودنيا سامي، الكيمياء منعدمه. لكن مم. افضل فترات المسلسل من بعد الحلقه الثالثه هي الشخصيه الافضل في المسلسل على الاطلاق، الا وهي سامح انور، ام هاشم. افضل شخصيه في المسلسل، الشخصيه مم. الوحيده اللي بتكسر الجو. لو عايزين نعمل كوميديا او تلطيف للاجواء مم. هنطلع سماح انور. جيده للغايه، جيده للغايه. اخراج وليد حلفاوي كان هو السهل الممتنع، مفيش شيء ممكن اقول انه مخيش فيه، وفي شيء اقول انه اجاد فيه، غير في اول حلقتين. كان في اول حلقتين مم. مشكله ايديت ضخمه ما بين النقل من الدراما للكوميديا، والقطعه بتاعتها مم. بنقله الموسيقى ما كانتش موفقه. ومن نقله الموسيقى هنتكلم عن مم. موسيقى مادي، موسيقى الدراميه المادي مم. جيده جدا. موسيقى الدراميه مش الموسيقى الكوميديه. بس في مشاهد كده كنت بشوفها من، وهي برضو تتسم بالمباشرة، ان في ضيف الرساله هي بيطلع في اخر الحلقة. الرساله هي الرسالة هي بس بشكل بقى، يعني مع الرسالة هي دي بتتعمل كتير عندنا، كتير ما بنعملش غيرها اصلا. انا اللي ضايقتني اكتر بتاعت عمرو يوسف مش بتاعت بيبو، مش بتاعت الخطيب. في حوار، اكتبوا لنا يا جماعة، في حوار بيدور كده بين اتنين في اول مرة يقابلوا بعض. الاب دوره بيبتدي من ساعه الحمل. صباح الخير، ايه اخبارك، عامل ايه عمرو؟ بقول لك ايه، دور الاب يتلخص في واحد اتنين تلاته.
اللي هو عبر عن اللي انت عايز تقوله بالمشاعر، عبر عن اللي انت عايز تقوله بالكادرات، عبر عن اللي انت عايز تقوله بالإضاءة بالمزيكا. بلاش خد في وشك، وبلاش خد في وشك كتير. يعني خد في وشك دي لو بتحصل مرة، وعادة بتكون في آخر الفيلم أو في آخر العمل الفني، يا عم ماشي، مش حلوة بس يا عم ماشي. وهي آفة عندنا في السينما بتاعتنا من زمان. بس ما انت بتقول 8 حلقات في كل حلقة، احنا في كل مرة تعالى بقى ميعاد الدرس. ده كانه عامل مثلا ان حد يغني اغنيه من المغنيين مثلا قدام، وفي الاخر بعد الاغنيه يشرح الاغنيه بتقول ايه. ملخص. ملخص كتالوج. هو مسلسل طيب. اه مسلسل طيب كده، اللي هو انت تقعد خلاك، اه والله مسلسل طيب. هتقعد وانت بتتغدى كده تتفرج عليه، مش هتبقى متضايق، قشطه بيعدي الوقت. زي ما قلت لكم، لو انت عندك جالك احساس فقد لاي حد من اهلك، هتبقى مش طايق مشاهد كتير وهتجريها. ليه؟ مش عشان ان هي بتخاطب حاجه، لا، عشان بيقول لك عايزك تعيط، تعيط بقى، عيط بالله عليك. لكن غير كده مسلسل تتفرج عليه وانت مم. بتتغدى طيب لطيف، او تتفرج عليه بالليل، ما مش هيوجع دماغك، مش هيزعلك، في مشاكله وفي محاسنه، بس على الاقل نعرف نتكلم فيه، مش زي ما مملكه الحرير ادينا له 3 ولا 2 من 10. ده لا، ده في حاجه نتكلم فيه. فلو اديت مملكه الحرير 3 من 10، فاديها اديله 6 من 10. ده كان راينا في كتالوج. قولوا لنا انتوا رايكم كان في كتالوج ايه، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه في حلقه روكي الغلابه. وباي باي. اه صح.